مساء الخير، أهلا وسهلا فيكم مستمعينا ومتابعينا متابعي إذاعة بوير اف ام على الموجة 103.5. أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج صحتك بالدنيا، هالبرنامج الأسبوعي التوعوي يلي بنستضيف فيه أطباء لنسلط الضوء على مواضيع مهمة كتير بتخص المواطنين وبتلامس ألم وأوجاعهم. ضيفنا بهالاسبوع وهالحلقه الدكتور الصيدلاني صلاح رمو. خلونا نحن وانتو نرحب بضيفنا لحتى نبدا بحلقتنا. يسعد مساك دكتور، اهلا وسهلا فيك. واشكركم واشكر الطاقم الكلي تبعنا الدكتور صلاح رمو. طبعا بالنسبه لعلم الصيدلي هي مهنه اجتماعيه، مهنه علميه، مهنه انسانيه، وبالتالي وبالاخير مهنه تجاريه. فنحن لما بنعرف المهنه لازم نطبق هالاربعه أصناف الموجودة، هالأربع كلمات نطبقها بحذافيرها: إنسانيا، اجتماعيا، صحيا، تجاريا. تماما. هاي التعريف المبوب لمهنة الصيدلي. تماما. ألف شكر لكم دكتور. طبعا بداية الحلقة رح نذكر مستمعينا للي أي حد عنده سؤال أو ينضم لنا، نحن باستعداد يعني الإجابة على أسئلتكم. الدكتور رح يجاوب على أسئلتكم عبر الاتصال على الرقم الأرضي 429 101، أو مشاهدينا يلي عم يشاهدونا عبر البث المباشر بوير عربي، مشاهدة صفحة الفيسبوك للإذاعة برنامج صحتك بالدنيا بوير عربي. بأي سؤال على البث المباشر رح نجاوب على أسئلتكم. وأيضا مستمعينا أو متابعينا اللي عم يسمعونا فيهم يبعثوا أي رسالة أو أي سؤال عبر الواتساب 093 82 80 81 4. مثل ما قلنا وذكرناكم أنه ضيفنا هو الدكتور صلاح رمو، صيدلاني. موضوعنا رح نحكي عن يعني نقاط مهمة كتير ومحاور مهمة كتير بتلامس المواطن، بتلامس أيضا مشاكل الصيدلانيين. أيضا دكتور، مثل ما عرفت حضرتكم موضوع كتعريف عام، يا ريت تحكوا لنا شوي عن مصادر الأدوية اللي بتجي لمنطقتنا، سواء عن سوريا وسواء من دول الجوار. تماما. بالنسبة للأدوية، طبعا جميع معامل الأدوية بسوريا موجودة بحمص، باللاذقية، بحلب، بدمشق. نعم. نحن معامل الأدوية بمحافظات شمالية شرقية ما في. نعم. لذلك المصادر الأساسية مثل ما بيقولوا نبع الأدوية من هالمحافظات الأربعة خمسة اللي بالداخل. هن يتحكموا بسعر الأدوية، بإنتاج الأدوية، بالتسعيرة عن طريق وزارة الصحة. هن مستلمين الأمور كلها باعتبار عدم وجود المعامل. فنحن ما نقدر نتصرف بأي ناحية من هالنواحي. تماما. الأدوية مركزية عم تجي من الداخل لشمال شرق سوريا. للآن ما في عنا ولا معمل. طبعا المعمل بدها إمكانيات، بدها خبرة علمية، بدها وقت. نتيجة الظروف اللي نحن فيها تمينا بدون بناء أي معمل بشمال شرق سوريا. تحتاج لمعايير معينة، طبعا تراخيص معامل الأدوية. قبل كل شيء بدها أدوات، أجهزة طبية على مستوى عالمي. نعم. بدها خبرة، بدها أكاديميين، بدها إمكانيات مادية. قبل كل هالأمور بدها إمكانيات مادية من التسويق، من التصنيع، من التجارة، يعني موضوع متكامل. نعم. وبالتالي في قدرات علمية بس ما في إمكانيات مادية. تمام. لبناء معمل بشمال شرق سوريا. تماما. طبعا التجار بحلب وبدمشق وبحمص وباللاذقية وبالمناطق الداخل عندهم إمكانيات وعندهم خبرة. بقانون الاستثمار اللي طلع بسوريا أنشئ 63 معمل دوائي بسوريا. الله. 63 معمل دوائي بسوريا، حوالي 50 معمل منتج و13 معمل قيد الانتاج هلا عم بينتجوا. طبعا قبل الاحداث، عم نحكي حديثنا قبل الاحداث. تمام. هالارقام هاي لساتها لا، الارقام في بعض المعامل توقفت باسباب ظروف، لكن الادويه الى الان موجوده وعم تجي من دمشق ومن حلب ومن حمص، وانشئت معامل جديده باللاذقيه. ذكرتوا الرقم مش قد دكتور؟ 63 معمل كان. والصيدليات الاول عفوا المعامل الجديدة في شيء 10 معامل أنشئة بعد الأحداث بطرطوس وباللاذقية، بالمكان اللي فيها أمان، مرخصة نظاميا عن طريق الدولة طبعا. تماما. من وزارة الصحة. تماما. دكتور، كثير من الناس هذا أكيد رح يكون سؤال يعني أحد المستمعين، إنه الأدوية الغير متوفرة يا ترى كيف بتحصلوا عليها أو كيف بتجيكم؟ يعني في أدوية معينة ربما تكون غالية أو غير متوفرة أو أدوية أجنبية سابقا وحاليا كمان.
اولا سابقا كان الامور طبيعيه، كل انواع الادويه عم يصدروا للمناطق الشماليه الشرقيه مثل الشام وحلب واللاذقيه مثل الداخل. لكن بعد الاحداث صار صعوبات اتيان الدواء من دمشق للقامشلي او للحسكي، فيها صعوبه. بعرف المشاكل والامور. رغم كل هالصعوبات عم يوصل الادويه، لكن بعض الادويه لهلا مفقود. بالشام اكثر من عندنا فيه. بالشام باعتبار في مراكز طبيه، عدد الاطباء، عدد المستودعات، عدد السكان، وبالتالي الادويه متوفره عندهم قرب للمصانع اكثر من عندنا. تماما. النقطه الاساسيه توصيل الدواء لعنا بكلف اكثر من الشام. يعني هاي مشكله الشحن. موضوع يعني. الشحن. نعم. موضوع الشحن صعوبه، يعني صعب بشكل، وتاخير ايضا. وتاخيرها ورغم الظروف وما بيوصل دائما. نحن عم نضيف 28% نسبة مئوية لكل الأدوية اللي عم توصل من الداخل لشمال شرق سوريا. هن بيسموها ضريبة الشحن. كل مليون يضاف 280 ألف عليها، ينضاف على الفاتورة، يسموها هن ضريبة الشحن. من قبل مين دكتور؟ من قبل المعامل والمستودعات. طبعا المعمل يضيف، المستودع لما يوصل الدواء من الداخل لشمال شرق سوريا يضاف 28%. عندنا فواتير كل 28%، كل الفواتير. وبالتالي لما ينضاف 28% الأدوية بيزيد أسعارهم طبعا، ما عدا عن 25% يضيف الصيدلي عليها. ما عدا فائدة المستودع بشكل طبيعي. نحن لما قلت 28%، 28 ضريبة الشحن، عدا عن الفائدة الطبيعية. تماما. شو استحقاق المستودع او الموزع؟ ما بنعرف. هذا بينه وبين المعمل، بينه وبين المعمل. بس من المفروض يكون 10-11% اتوقع، لا اكثر يعني. لا اكثر. طبعا هلا بعد الاحداث مع تجاوزات، مع بعض في تجاوزات، عدم الكنترول، في فوضى لا اخلاقي. نعم. في توزيع غير طبيعي، في استغلال بالادويه من قبل المعمل ومن قبل المستودعات ومن قبل بعض الصيادله. يعني نحن ما بنبعد ولا واحد منهم بهالناحيه، ما بنسامح حدا، كلهم مشتركين فيها. أكيد. ولكن استغلال الدواء مو بهالكميات اللي نحن نتصورها. ادويه مفقود لانه ايوه غلاء الادويه اهم من استغلال الادويه. هذا غلاء الادويه بمحافظاتنا ليش غاليه؟ ليش غاليه؟ هذا سؤال مهم وجوهري. تمام. مشان المواطن بيعرف واللي عم يسمعنا يا ريت والمشاهد يوصل للحقيقه انه اخي أنا يجيني الأدوية لما يكون مفقود يجيني حر. تمام. كلمة حر شو معناها؟ ما في كنترول الدولة على تسعيرة الدواء. المعمل عم يسعرها ويبعث للمستودع، والمستودع عم يسعرها ويبعث للصيدلي. الصيدلي أكثر من 25% ممنوع يضيف عليها. تماما. لذلك الاختلاف بين الأدوية والأدوية، بين الصيدلي والصيدلي، ليش عم بيصير؟ هذا كمان كان رح يكون سؤال. تفضل. يعني هاي عنوان بسبب غلاء الأدوية. لأنه المستودع أسعار مو طبيعية، المعامل أسعار مو طبيعية، وبالتالي كل مستودع يبيع بسعر معين بينعكس سلبا على الصيدلي. الصيدلي بيضيف 25%. هالإضافات مو مثل بعضها بين مستودع وآخر، وبالتالي بين معمل وآخر. تماما. فبصير أشكالية. بينعكس على مين؟ بينعكس على المواطن المسكين اللي بآخر شيء هو بيستهلك الدواء. لأنه أنا كصيدلي ما عم بخسر، ولا المستودع بيخسر، ولا المعمل بيخسر. تماما. المواطن المستهلك الأساسي المريض العبء الأكبر بيجي عليه. هو مثل ما بيقول الضحية الأساسية بكل هالأشكاليات اللي عم تصير. تماما. بيكونوا منهم مرضى وأيضا بالطبع. أطفال، حليب يعني أطفال كمان، مواد كثير، يعني أقلام يعني مشكلة حليب الأطفال. جيت على حليب الأطفال. تفضل دكتور. هلا بهالوقت الحليب كله مفقود. تماما. ليش مفقود؟ وليش أسعار الحليب ينباع بالدولار؟ بس بدنا نفهم. نعم. ومين عم بيجيب الحليب ما بنعرف. وشلون يدخل الحليب ما بنعرف. وكيف بيجيبوها وعن طريق مين يدخلوا الحليب ما بنعرف. يجينا الحليب عن طريق المستودعات. الصيدلي له الحق إضافة 10%. أكثر من هيك المادة اللي بتجي من المستودع للصيدلي، الحليب بالذات، الحليب خصوصية. الحليب لما يوصل للصيدلي جانب إنساني، يعني 10% بس، 10 فقط. لكن هلا الحليب كله مفقود. ليش مفقود؟ سؤال عم بسأل المسؤولين عن استيراد الحليب. نعم. مين عم بيستوردها ما بنعرف. مين عم بيجيبها ما بنعرف. لا في وكلاء مثل الأول، كان في وكلاء رسميين. نعم. يجيبوا الحليب. في فوضى باستيراد الحليب. أكيد. أصحاب المال والبرجوازيين. نعم. والطبقة اللي مستغلين هن بيجيبوها وهن عم يسعروها. وبالتالي سعرت العلبة الحليب لما يوصل ل 20,000
طيب أخي أسأل المواطن، أنت لما يكون عندك طفلين صغار شلون تربيهم على الحليب الاصطناعي إذا سعر العلبة 20,000؟ للأسف يعني صعب. يعني هالمعاناة مو معاناة، هي انهيار صحي. نعم. بالتالي يقول خلي الطفل يموت، منين بدي اجيب الحليب؟ ويا ما عم بيحكوها عنا بالصيدليات، عم يحكوها انه اخي خلي ابني يموت، انا منين بدي اجيب هالمصاري؟ ما توفي معي. تماما. هاي نقطة جوهرية. هي حقيقة في كتير نقاط استنتجتها من حديثكم، أكيد رح نتناولها دكتور. دكتور، حكيت عن موضوع رفع الأسعار وآخر مستجدات عن موضوع رفع الأسعار. بظن في رقم معين لو تحكوا لنا لحتى يعني ما يكون مبرر للصيدلي بالضبط. ولكن حتى المواطن. أوجه كلامي للمواطن يفوت بالصورة. سعر الأدوية قبل أسبوع إجا من وزارة الصحة السورية، وبتوقيع وزارة الصحة السورية. نعم. وبتوقيع كل المعامل 30% يضاف لكل الأدوية ما عدا المتممات الغذائية. مثل المتممات الغذائية اللي فيها مثل الأدافيت وما اللي فيها مسجل عليها متمم غذائي فقط. كل مادة كل دواء مسجل عليها متمم غذائي لا يضاف شيء عليها، يتم بنفس السعر القديم. ولكن بالأصل غالي. المتمم بالأصل غالي. نعم. يعني طبيعته غالي. نعم. اجى على الأدوية 30%. طبعا المواطن ما بيعرف. لما يجي الصيدلي يحسب الوصفة ويضيف 30% عليها، إذا 20,000 يصير مثلا 26,000. هي رقم. نعم. بالنسبة لمريض رقم. نعم. عدا عن الأدوية الأجنبية المستورد حدث ولا حرج. أقل من 20-30,000 ما في أدوية يوصل سعر الأدوية المستوردة ل100,000. في بعض الأدوية سعر 100,000 للأسف. في جرعات السرطانات عم بياخذوها ب50 و60,000. طيب مريض مصاب بسرطان، أنا كصيدلي أسأل المواطن، أسأل المسؤول عن هالأمور، شلون بدي أعالج مريضه؟ للأسف إذا كل أسبوع 50,000 بس حق الدواء، ما عدا ضرب الأدوية وأخذه على المشفى وما بعرف شو، نفس القيمة بيكلف. إذا 100,000 أسبوعيا شلون بده؟ أو شهريا شلون بده؟ للأسف. رغم هيك جاي 35% على الدعايات اللي عم بيحكوها أصحاب المعامل إنه نحن طلبنا 35% فوق. السبب طبعا هن عم بيقولوا كلام المعامل، أنا مو كلامي. أنا هن عم بيحكوها إنه أخي الدولة عم تحسب الدولار، سعر الدولار 1200 ليرة قبل من البنك المركزي، هلا عم بيحسبوها ب 2500، وبالتالي زودوا علينا 100%. نحن لازم نزيد دواء 100%، لكن دواء 100% معلش بالنسبة لدول الجوار وبالنسبة لقيمة الأدوية مو كتير، ولكن بالنسبة للمواطن المسكين لدخل الفرد عنا موظف ياخذ من 150 ل 200,000، شلون بده يعيش أولاده؟ صعب جدا. سؤال يطرح. كيف بده يعيش حاله؟ نعم. حتى حالته وسطية ما عدا الفقراء، حتى الحالة الوسطية. يعني هاي مشكلة كبيرة. كيف الحل؟ عن أصحاب اللي يقدروا يحلوها. الحل الجهات المعنية توفير مستوصفات مجانية. هذا نداء عبر المنبر عبر إذاعتكم إنه أخي مستوصفات مجانية. مستشفى مجاني لهالفقراء، صيدليات بأدوية مجانية ولو بنسبة تكلفة على الأقل تخفف من عبء على المواطن. نعم. يعني الجهات المسؤولة، الجهات اللي المسؤولة عن هالأمور هن المسؤولين. إذا هن ما بيحلوها صعب. طبعا صعبة هي، بس بدها حل، يعني ما في مجال. نعم. على الأقل حل جزئي لهالأمور، وإلا سعر الدواء إذا وصل ل 100% كارثي. نحن عم نحكي عن الناحية الصحية، ما عم نحكي عن الناحية الغذائية. نعم. تقدر تم بدون غذاء، ولكن بدون دواء صعب. واحد معه سكري، واحد معه ضغط، واحد معه جلطة، كيف بده يستمر بحياته؟ يعني موضوع الصحة موضوع ثاني. كل شيء لازم يزيد ما يزيد على حسب الدولار، عدا عن الأدوية كان لازم لها سقف معين لزيادة الأسعار. يبدو الأمور ما أنا مضبوطة، يعني ما أنا مضبوطة تماما، وما حدا يقدر يضبطها. والكنترول الكنترول بوزارة الصحة بدمشق، ووزارة الصحة يقول معامل ما عم، يعني الحلقة مفقودة. نعم. والضريبة اللي عم يعطيها هو المواطن. الضريبة دائما المواطن، دائما الضريبة اللي بيدفع فاتورته
مثل ما يقول ضريبه فاتورته والضريبه هو المواطن. نعم. الضريبه الاساسي هو الخاسر الاساسي، لانه هو بالاساس هو بالاخير مستهلك الاساسي. تماما. دكتور، خلال حديثكم ذكرتوا موضوع الفرق بين الاسعار من صيدليه الى صيدليه. سابقا كانت الامور مضبوطه، رغم هيك كان في يعني مفارقه صغيره بين الاسعار من صيدليه لصيدليه. يا ترى هل الشيء هذا بيرتبط بالشركه، نوع الدواء، او يعني تمام. شو السبب؟ انا طبعا صار لي 41 سنه صيدلي. على ايام قبل الاحداث شكل التعامل الصيدلاني كيف مع المعامل نعم. ومع المواطن. كان تجي الادويه عن طريق المستودعات وكلاء، كل معمل له وكيل خاص معتمد، يعني كنا نسميها وكالات خاصه. نعم. هالوكيل ما يقدر يزيد نص ليره على الدواء، يجي سعر النت ويجي سعر العموم، وبالتالي كل الصيدليات بيبيعوها على العموم موحد يعني. نادرا ما يطلع ليره ليرتين ناقص زياده، ما له قيمه هاي. لكن كان الامور مضبوطه 100%. انا كنت من النقابه واشتغلت 15 سنه 3 دورات بالنقابه وبعرف هالامور. نعم. بعد الاحداث مثل كل الامور الثانيه صارت فوضى، بما فيها الناحيه الصحيه، بما فيها الناحيه الدوائيه، بما فيها البيع وشراء الادويه. المستودعات قسم كبير تسكرت، وكالات ماتم، فتحت مستودعات. كيف انفتح وشلون انفتح وشلون صار؟ هذا كمان راح يكون فوضى كامل. نعم. 3 أصحاب المستودعات مع كل احترامي لهم ما في صيادلي عنده الإمكانيات يفتحوا المستودعات. نعم. كل غير صيادلي. هذا كمان سؤالك غير صيادلي. لكن باسم الصيدلي ينفتح مستودع باسم الصيدلي، وحق قانوني لما الصيدلي يداوم فيها حق قانوني، مصادر المصاري ما لنا علاقة فيها. لكن التزام المستودع بقوانين معينة لازم يكون. لكن المستودع عم بيقول يا أخي أنا المعمل هيك عم بيبيعني. حكينا قبل شوي عن الأدوية الحرة. الأدوية حر، شو الحر؟ كلمة حر ما في بالأدوية. شو أدوية هاي؟ نعم. مو بندورة عم تبيعها، عم تبيع أدوية مرتبط بصحة الإنسان. من المفروض يكون الأسعار ثابت في نت وفي عموم، حتى في 30% الصيدليات كلها، ولكن خلل من فوق لتحت خلل. هلا الخلل لا يمكن ما بتزبط. يعني بين الصيدلي هلا نحن ما بنعرف شلون نتصرف. 30% على كل أدوية. 12,000 مادة دوائية زادت. نعم. بالرقم 12,000 مادة دوائية، يعني الرقم كيف بدك تسعرها؟ لذلك قال 30% 30%. صعب. وإذا إجا بعد رأس السنة فوق 30%، هات شلون بدنا نتصرف؟ للأسف. يعني للأسف كمان الصيدلي والمستودع واقع بين المطرقة والسنديات، ما بيعرف شلون يتصرف. تمام. لأنه بالأخير المعمل مسؤول عن كل شيء. الخطأ الكبير المعمل، وقبل المعمل وزارة الصحة. أكيد الجهة المسؤولة. هي مسؤول عن ضبط الموضوع. إذا المعمل يقول أنا ما بدي أشتغل، أنا ماني مستعد أشتغل بخسارة، ووزارة الصحة ما توافق ليها، فالأمور توقفت. يعني هاي النقطة الجوهرية هاي. تماما. دكتور، موضوع آخر أيضا، موضوع تبديل الدواء. أكيد أحد المواطنين يسأل حاله أنه أحيانا لحتى نبرر موضوع الصيدلي، ويعني بشفافية حابين أنه نوضح الموضوع هذا. موضوع تبديل الدواء، أنه هل بديل باعتبار الدواء بيكون أحيانا الاسم العلمي أو التركيبة الكيميائية، خلي إذا صح التعبير، الطبيب يبدل الدواء وبدون ما يلجأ للصيدلاني أو يلجأ للطبيب أنه دكتور ترى هالشركة هاي المعينة أو دواء هذا المعين في له بديل. يعني لو تحكينا عن هالموضوع هذا. طبعا. أنا زرت أوروبا وتقريبا 5-6-7 مرات رايح جاي. نعم. النظام الأوروبي غير النظام اللي عندنا. النظام الأوروبي الأطباء يسجلوا المادة العلمية فقط. طالما الدولة أعطيها موافقة لتصنيع الدواء، فكل مادة علمية لكل شركة نفس الشيء. أبدا. نحن عندنا بسوريا لحتى المواطن كمان يفهم الموضوع. أنا أوجه كلامي للمواطن. نعم. إنه نحن ما نطلع الاسم التجاري للدواء، بقدر بنطلع الاسم العلمي. في فرق. لما بتبدل الدواء نفس المادة العلمية ما في أي إشكال، نفس العيار أو نفس الكمية أو نفس المادة، فقط المعمل يختلف. بينما إذا غيرت دواء بمادة إضافية أو نقص مادة فيها، هون بدك تستشير الطبيب، لأنه الطبيب أولى من الصيدلي في تعريف الدواء وفي تثبيته. ولكن إذا نفس المادة ومفقود، معمل مفقود، تمام، فرضا ليبراكس مثال، فرضا مادة دوائية ثانية،
المعامل كلها أعطيه وزارة الصحة الموافقة. طالما وزارة الصحة أعطيه الموافقة فالدواء كله سواسي. سواسي نفس، لا تعطي موافقة. إذا دواء مو طبيعي ومو مضبوط لا تعطي موافقة. أنت لما بتعطي الموافقة على مسؤولية وزارة الصحة تعطي الموافقة. فالدواء لما يتبدل بنفس المادة العلمية ما في أي إشكالية تماما، ما في أي إشكالية. أرجع أقول لازم يرجع المواطن عند الطبيب للتأكيد، مو مشان تغيير الدواء. إذا كان في خطأ، لأنه أحيانا الصيدلي والطبيب مو منزل جل من لا يخطأ، أو الوصفة ربما ما تكون، أو هذا الوصفة ما كمان تنقرأ. فالأفضل يرجع وصفه للطبيب، خير ورجيها للطبيب، وإذا في إشكالية يرجع لعندي. حلو. أولا أنت تطمئن، المريض يرتاح، الطبيب يطمئن. فهالثلاثية متكامل، هالثلاثية متكامل. حقيقة كان رح أسأل هذا السؤال، يعني إنه كطبيب صيدلاني دكتور، أنتم حضرتكم تلتزموا بهالموضوع هذا؟ أنه والله نحن بالمركز الصيدلي نعم على الأغلب ما نقول نحن مثاليين، لا، نعم. بس على الأغلب نرجع دواء للطبيب مشان بالمستقبل ما يصير لنا إشكاليات. تماما. إنه خير نفس الدواء أحيانا حرف بيختلف، أحيانا ما لا مثلا يعني في شيء اسمه اسم التجاري، نعم. في شيء اسمه اسم العلمي. إذا المادة الأساسية سبستانس أكتيف نفس المادة، نفس المادة العلمية، خلاص. إذا في خلاف المادة العلمية أو مادة إضافية أو نقص في مادة أو مختلفين، لا، بده يرجع للطبيب، يستشير الطبيب، أو شيل الهاتف، ألو دكتور في فلان مادة، حلو. شو رأيك فيها؟ أعطي ما أعطي. هيك الأصول الطبي الصح، هاي الأسلوب. تماما. المريض يرتاح، ما بتتآخذ مستقبلا، الصيدلي يرتاح، والطبيب مبسوط، والمريض ينبسط. أكيد. إنه خلاص أنا وصلت. والناحية النفسية عند المريض أهم ناحية، أكيد، لأنه أكثر المواطن يجي لعنا إذا مو بنفس العلبة نتيجة عدم وعي صحي طبعا. تماما. نفس العلبة، حتى نفس المادة ونفس اللون ونفس الكتابة، وإذا المعمل مغير العلبة بده 6 أشهر ليرجع يستعملها. صح. طبعا هاي مجتمعنا هيك، شو بدنا نسوي؟ نعم. ما في هالوعي الصحي الكامل. هاي معاناتكم دكتور، هاي بالضبط. هاي معاناتكم. مش قد ما تقول له يا أخي هاي نفس، لا أخي أعطيني من نفس الورق أعطيني إياه. نعم. يعني هالأمور معلش نحن نقول المريض حتى إذا ما معه حق، بس أخي قناعته هي قناعته. يعني واحد اختيار عمره 100 سنة، ابنه بده يجي ياخذ له الدواء، بده يكون نفس العلبة. تمام. هاي معاناة الصيدلي. نعم. وهي مشكلة هلا بالداخل ما فيها إشكاليات، باعتبار الوعي الصحي أكثر من عنا. عم بيفهموا إنه خيو هاي مادة دوائية خلص، هاي المادة دوائية فلان بدل فلان خلص طبيعية. تمام. دكتور، الكثير من الصيدليات يعني بتلاقي فيهم مين مزاول المهنة، وإنه هو مانو صيدلي، ربما يكون يعني عنده خبرة، أو كرأيكم كطبيب صيدلاني أو دكتور صيدلاني، يعني شو نظرتكم لهالموضوع هذا؟ ما مدى صحة هالموضوع، أو يعني صحية الموضوع؟ طبعا ما بدي أجامل، بدي أحكي الواقع الموجود. يا ريت. من المفروض نحن نرد عم نقول، عم نعيدها وعم نقول إنه الصحة مرتبط بحياة الإنسان. الدواء مرتبط بصحة البشر. الدواء مو مثل الغذاء، الدواء له خصوصية، يعني له خصوصية، لأنه في احتمال تعطي حبة لمريض يموت، أو تعطي إبرة ساي تحس يموت، وبالتالي بدنا نكون حذرين. نحن سؤالك إنه إعطاء الدواء بالضبط، انه او في منهم بيزاولوا المهنه هو ما صيدلي. تمام. نعم. اعطاء دواء من المفروض، حتى اذا كم واحد يشتغل عندك تحت اشراف الصيدلي هو المسؤول، يكون موجود. اولا واخيرا الصيدلي مسؤول. صح. مين ما اعطى الدواء ان شاء الله عنده 100 سنه خبره 100 سنه، لا يمكن اعطاء الدواء، لانه الصيدلي دارس الماده العلميه، والصيدلي مثل الطبيب عنده معلومات وعنده كيد. فكل شيء يطلع من صيدليته الصيدلي مسؤول، تحت إشرافه لازم يطلع. حلو. إذا واحد عنده خبرة معلش مو مشكلة، يشتغل بالصيدلية طبيعي، يساعد الطبيب بوجود الصيدلي مو مشكلة. إذا ما بيعرف يسأل، يسأل الطبيب. يسأل الطبيب. أنا هلا بصيدلية لما أغيب أقول لهم أخي أي شغلة فيها إنك تصل مع الطبيب فورا. ليش؟ لأ مشان يتأكد ما يصير أخطاء، وعم نخطأ فيه يصير أخطاء. أحيانا بالغلط تعطي سيروم بدل سيروم، لما يطلع عن طبيب يحس عليه، أو الطبيب يحط إشارة فرضا بوصف نعم. الصيدلي لازم يلاحظ عليها. وبالأخير الصيدلي مسؤول، حتى الوصفي قانونيا الصيدلي مسؤول. حتى إذا في أي أشياء بالوصفة الصيدلي مسؤول عنها، يحط إشارة ويبعث على الطبيب تماما إنه هيك مزبوط، أو سواء في تضاد دوائي، سواء في شغلة معينة ينبه إنه هيك رأيي أنت، يعني شو بتقول، يعني بالتالي الطبيب هو مسؤول عن وصفته يعني.
تمام. دكتور، على الواتساب جتنا رسالة عم يحكي انه يعني انا استسغت من كلامه انه عم يعانوا من بعض الاطباء اللي بيحددوا الصيدلية الفلانية انه روح جيب من هالصيدلية الفلانية. كطبيب كدكتور صيدلاني دكتور، شو رأيكم بهالموضوع هذا؟ يا ترى ما يعني المهنية وين؟ والله اخي العزيز احكيها بكل صراحة، يا ريت. الطبيب الأخلاقي والطبيب الناجح والطبيب المحترم واللي يحترم مهنته واللي يحترم شخصيته كشخصية طبية مهنية ما يتصرف هيك. والصيدلي اللي يحترم حاله واللي يعتبر حاله صيدلي مهنته إنسانية واجتماعية وثقافية وصحية مثل ما عرفناها، ما يتصرف يقول فلان أحسن من فلان، يذكر أسماء الأطباء وانت حر. قانونيا دكتور قانونيا ممنوع منعا باتا، ولا اجتماعيا يعني؟ لا قانونيا ولا اجتماعيا ولا مسموح مهنيا. نعم. انه الصيدلي يوجه، الطبيب يوجه فلان صيدلي مرة مرتين معلش، في دواء مفقود مو مشكلة، في دواء ناقص مو مشكلة، في لكن إذا سواها طبيعية مهنيا أكبر غلط. أنا أحكي لك مثال بدون ذكر الأسماء اللي عم بيسأل، لأنه مع الهواء مو معقول نذكر الأسماء. والله أنا حوالي 20 طبيب، أنا ما عندي أي ملاحظة أحكيها بمنتهى الصراحة. اسمين ما بذكرهم لأنه ما معقول أذكر الأسماء، ولكن بشكل عام في احترام للمهنة. يعني الطبيب التالي طبيب دارس 20 سنة ويحترم حاله، نادرا هيك، يعني نادرا الأمور، لكن فيه لا يخلق بدون ذكر الأسماء تماما. وأنا أعتبر اللي بيتصرف هيك ما بيحترم حاله. يعني دكتور، انتم ما بتنكروا انه هالحالة هاي موجودة؟ موجودة يعني موجودة ويعاني منها الصيدلي ونعاني منها، ومو من هلا، من 30 سنة موجود. برأيك يعني انه في اتفاق بين الصيدلي؟ والله سؤال يطرح نفسه تماما. يعني انا ما اقدر احكم على شخص، يعني احكمه بدون ما في اتفاق، في ناحية تجارية، في ناحية مادية، في ناحية مثل ما أقول اجتماعية، في ناحية يعني بيرجع لشخصيته تماما. يعني بيرجع له للصيدلي تماما نفس المعيار. يعني ما أرجع. وفي محترمين وأطباء وبيخدموا كمان بدون ذكر الأسماء ومثاليين، في أطباء يعني مثاليين، وبيرجع كمان للشخصية. يعني الموضوع الطبيب بالتالي شخص من هالمجتمع، فيه يخطأ وفيه الكويس وفيه المو كويس وفيه الفاسد، والصيدلي نفس العملية. يعني جزء من هالمجتمع أكيد. يعني كل هالصفات تنطبق على الصيدلي وعلى الطبيب وعلى المهندس وعلى المعلم، على أكيد. مواطن هو يعني. طبعا. الأخ مروان عم يسأل، وربما شوي يكون خارج عن موضوعنا، ولكن عم يسأل عن وضع شركة تاميكو ديماس، إنه كانت متوفرة، يا ترى هالمعامل هاي توقفت ولا لساتها عم تشتغل؟ الأخ مروان ما بعرف إذا الجواب. والله سؤال. أول شركة بسوريا وأفضل شركة كان شركة ديماس والتاميكو، من أوائل الشركات بسوريا، قديمة كانوا، من أوائل الشركات يعني يمكن من السبعينات، قبل السبعينات. تاميكو أفضل شركة على مستوى الشرق الأوسط كان، وديماس أقل منها. لكن بعد الأحداث شو صار ومين استلمها وشلون إنتاجها وكيف عم بياخذها شلون عم بيتوزع، والله ما بعرف. يعني هلا عم تجيكم مواد تجي أدوية وبأسعار غالية. بأسعار غالية للأسف. دكتور، لو تحكي لنا عن موضوع الجودة. أحيانا الطبيب أو اللي بيوصف الدواء أنه بيحدد الشركة الفلانية أنه هالدواء هذا جودته أفضل من الشركة الفلانية. لو تحكونا عن هالموضوع هذا، وأيضا موضوع الجودة، يا ترى هل هالشيء هذا ذكرته من شوي أنه طالما الشركة مصدقة أو مرخصة أو كل أمورها نظامية، فيجب أنه تكون هالدواء هذا كله نفس الشيء. لو تحكي لنا عن هالموضوع هذا. طبعا احنا حكينا شيء قانونيا، ولكن مع الأسف هن سواسية بالقانون ولكن مو سواسية بالفعل. كيف يعني دكتور؟ في كان 10 شركات بسوريا أخذين امتيازات، يسموها نحن العشر الأوائل، كان يسموها بسوريا 10 شركات أوائل، هدول امتيازات. يعني بمعنى شركة أخذها من باير ألماني، من فايزر الأمريكي، شركات من إيطاليا، من إسبانيا، أخذين امتيازات ما بيقدروا يتصرفوا فيها، لأنه شركة الأم
بتسيطر عليها، كنترول من عندها. كان مثل يونيفارما، تشرف مثل بدون يعني مثل الفا، مثل بدون ما نذكر شركات تماما، مشان ما يصير انه دعايه او تشهير يعني. هذول شركات بقمه العطاء، وكان شركات نموذجيه. وكان المواطن بيعرف يجي يقول اعطيني يونيفارما، اعطيني شركه فلانيه، اعطيني الفا، اعطيني ابن زهر، اعطيني وطنيه. كانت شركات بالدرجه الاولى. ولكن بعد الاحداث اختلط الحابل بالنابل. كل الشركات صاروا، لانه ليش؟ الشركه اللي كنا نعتز فيها، شركات الاوائل هذول 10 صاروا مثل الشركات الثانيه، لانه تموا بنفس الاسعار، تموا الماده الاساسيه اللي كان يحطوا. المعمل ما بده يتاجر، بالتالي تاجر ما بيخسر حاله. شو بده يساوي؟ اذا الدوله بتضغط عليه بده ينقص من الماده الاساسيه. لذلك الفرق بين الماده الفعاله دوائنا هلا وقبل الاحداث بين الارض والسماء، في فرق 90% من حيث الماده الاساسيه، من حيث فعل الدواء، من حيث تاثير الدواء، من حيث الماده الفعاله الموجوده بالدواء. انا هاي قناعتي تماما، وانا احكيها دائما، انه اخي انت لما كنت تاخذ حبه تاميكو تبع السيتامول كان ترتاح، هلا مثل اي حب عادي تماما، لانه ما فيها كنترول، ماده فعاله، ما تم كنترول عليها. اكيد. دكتور، خلال الأزمات، وذكرته أيضا ضمن سياق حديثكم، لكن يعني لحتى السؤال ياخذ حقه، موضوع استغلال الأدوية خلال الأزمات، ذكرتوا موضوع الحليب، وموضوع في أدوية بتكون ما متوفر، أدوية السرطان بترتفع، أو الصيدلاني خلينا نحكي، والعفو يعني خلينا نحكي جانب الإنساني على الموضوع هذا، إنه لا توضحوا لنا هالفكرة، انه المواطن عم يشكي انه والله الصيدلاني استغل هالمادة الفلانية لانه ما نام متوفرة. شو الجواب عندكم؟ والله انا من خلال خبرتي طبعا، ومن خلال عملي بالصيدلية خلال كل هالسنوات، انا اتوقع قل من الصيادلة اذا نادرا جدا ما بيتصرفوا فيه. يعني صيدليات المركز اللي هن اساسيين بالمركز اللي هن ضمن المدينة يعني، ما اتوقع ولا واحد منهم يتصرف تصرف ابدا. كل دواء موجود بيعطوها فورا. لا يمكن صيدلي يخبي دواء مشان يرتفع سعره او مشان يخليها لشخص معين، لا ما اتوقع. انا ما حسيت انه فيها شيء ابدا. تماما، مو بس عندي، يعني كل الصيادلة وبشكل عام، يعني المركز هن الاساس تماما، ما فيها الامور. اللهم اذا طلع 1% استغل خلال مده معينه نوع من الدواء، ما مثال هاي ما بيصير قاعده عامه، امر اخلاقي يعني. دكتور، تاريخ صلاحيه الادويه لو تحكون عن هالموضوع هذا، كيف بيتم محاسبه الطبيب الصيدلاني، الدكتور الصيدلاني اللي عنده مثلا يعني شاف ادويه تاريخها منتهي، ومن المفروض كيف يتم انه عندكم بشكل دوري كيف يتم هالموضوع هذا؟ لو تحكون. سؤال جيد، سؤال بمحله. قبل بدنا نرجع للوراء، قبل الاحداث كل الادويه المنتهى الفعاليه بيرجع للاساس، للمستودع، والمستودع بيرجعها للمعمل. كان الامور طبيعيه جدا. لذلك انا ماني مستعد اخلي ماده فعاله، ماده دوائيه تنتهي عندي ارجع له اياها. كان الدارج، وقانونيا كان هيك، قانونا كان هيك. بعد الاحداث تغيرت الامور، للمعامل بيرجعها وللمستودع بيرجعها. ايوه. وبالتالي الصيدلي مجبر بده يكبه لاخر يوم من انتهاء الدواء، لانه الدواء مو مثل اي ناحيه ثانيه، في 6 اشهر بيسموها نصف عمر انتهاء الدواء. لو تحكي لنا عن هالموضوع هذا لحتى المواطن يستفيد. نحن في كثير مرات بيحكي بالضبط. نحن اذا جدلا قلنا ماده تنتهي بالشهر 12 لاخر يوم من الشهر 12 يستعمل هذه الماده. حلو. تاريخ الصلاحيه مثلا 1/12/2021. 12 هن بيسموها 12 مثلا 12/2021. بعد نهايه يستعمل لنهايه الشهر. بعد نهايه الشهر هن ما له اثار سلبيه. عم بيصير انتقاص بالنسبه لفعاليه الدواء. بعد انتهاء الدواء ما يصير سميه للدواء. حلو. بقدر ما يصير الماده الفعاله تبع الدواء عم ينقص. حلو كتير. طبعا ممنوع قانونيا نعطي شيء، ممنوع منعا باتا. بعد انتهاء الدواء نقول للمريض هاي منتهي، بدك تاخذها، اذا ما في هاي منتهي. حلو. اذا بدك تاخذها بكيفك، ما بتاخذها لانه ما في دواء مثلا. نعم. لكن اذا في دواء الادويه الباقيه نكبها. مشان ما نكب الادويه، نحن حريصين كمان بالصيدليه نساوي جرد عام قبل ما ينتهي ب6 اشهر، نحطها
نحطها قدامنا، هي خطة يعني خطة عمل صيدلي مشان ما ينتهي الأدوية عنده. حلو. والصيدلي عم بيخسر أحيانا في السنة بمليون ليرة مشان خسارة الأدوية، مليونين ليرة بخسارة الأدوية. حلو. فرضا طبيب عندي وانتقل، أحد الأطباء مثلا جلدية عندي، قلبية عندي، يسجل وانتقل من عندي، هالأدوية صار أدوية راكدة تتراكم بده ينتهي، بده يكبه على حسابنا، على حساب الصيدلي. قبل كان يرجعون، هلا ما في، هلا الترجيع ما في، لأنه استغلال المعامل للوضع، مو المستودعات، استغلال المعمل وترطيب المستودعات للمعامل ما بيرجعوها. تمام. طبعا نادرا إذا في علاقة شخصية، هاي بحث ثاني، بس بشكل عام ما في ترجيع. تمام. وهي كمان مشكلة عم نعاني منها، الصيدلي عم يعاني منها، يعني الصيدلي عم يعاني من هالمشكلة، بس شو بده يساوي؟ هاي الواقع. تماما. دكتور، الوقت معنا 5 دقائق أو أقل، لكن الأسئلة كثيرة وهموم المواطن كثيرة وهموم الأطباء يعني الدكاترة الصيدلانيين أكيد كثيرة. دكتور، موضوع المستودعات بالآونة الأخيرة بعد ما ذكرت أن موضوع الأحداث وهي كثرت افتتاح المستودعات الأدوية وهن مانون، يعني لو تحكينا عن هالموضوع هذا بشكل عام، مدى صحة هالكثرة هاي؟ مثل ما بيقولوا بعجالة. نعم. قبل كان حكيت لك، قبل كان المستودعات في وكالات معينة، في سيستم معين، نظام معين يمشوا عليها. مستودع مرخص نظامي، وكيل شغله فلانيه، موقع من الصحه، موقع من الوزاره، اموره كل نظاميه، ما بيجيب الا وكالاته. بعد الاحداث صار المستودعات الاساسيه اصحابين الوكالات كلهم تركوا، ما بتعد على الاصابع بقيان. فتحوا مستودعات جديده اصحاب رؤوس الاموال. خلينا نعم عليهم، خلينا نكون صريحين. اصحاب رؤوس الاموال ليش اتجهوا للناحيه الصحيه؟ بمنتهى الصراحه من جانب تجاري اخذوها. نعم. لانه انا عندي مثلا 200 مليون بدي استثمرها من ناحيه دوائيه، اربح لي. الدواء عم بيزيد والمستودع عم بيزيد ونقدي وما في اي اشكاليه، وليش لا؟ برايك دكتور هالمستودعات مو اصحاب الشأن. هلا لو جماعه المستودعات اصحاب الشأن اللي مرتبطين بالصحه وهن صيادله ملك لهم، ما يتصرفوا. يعني في بعض المستودعات عم نعاني منهم. ده اخي ما تعطيني فوري، لسه على الطاوله بدي مصاري نقدي قبل ما احطنا على الطاوله. فبالتالي هون استغلال للصيدلي. تماما. استغلال للصيدلي، الصيدلي بده ياخذ. دكتور، كثرة افتتاحهم يعني المراكز او المستودعات بشكل يعني ناحية سلبية مو إيجابية. ناحية سلبية، ومين هن المسؤولين على الحكي هذا؟ انه المفروض انه ينضبط. والله يبقى وزارة الصحة ومديرية الصحة هي المسؤولة عن كل هالامور. نعم. هي عم تعطي التراخيص وهي عم تعطي، لانه هي بالاخير المسؤولة عن كل هالاشكاليات. صح. مو من اليوم، من يوم يعني من 30-40 سنة وزارة الصحة هي المسؤولة عن كل هالأمور. لأنه بيصير في طرف تجاري بين الصيدلية اللي بتوصل للمواطن وبين المعمل اللي بينشئ الدواء. كلمة أخيرة. نعم. كلمة نهائية. في سؤال أخير كمان. إذا صارت المهنة الصيدلية مهنة تجارية بدون الصحية وعلمية وإنسانية، أنت أخذتها لموقع ثاني. نعم. أخذتها، سحبتها، أخذ منحى آخر. منحى آخر تماما. مع الأسف بال170 ناحية تجارية. نعم. مع الأسف. دكتور، آخر سؤال، وهو حقيقة كنا يعني حابين أنه نحكي فيه بشكل موسع، ولكن الوقت عم يداهمنا. موضوع انتشار، خلينا عم بحكي هالكلمة هاي، موضوع انتشار المواد المخدرة مثل الأدوية النفسية والعصبية اللي كثير من المواطنين عم ياخدوها، يعني هي بآثار الجانبية والآثار اللي بتأثر السلبية. لو تحكينا عن هذا الدواء ويعني كيف لازم ينضبط، شو بتعانوا أنتم، كيف هالحالة هي موجودة ولا لا؟ والله عم نعاني منها مشكلة، معاناة كثير. أولا الأدوية النفسية والأدوية العصبية اللي ممنوع إعطائها إلا بوصفة طبية نظامية. نعم. طبعا يترددوا على الصيدلية كتار، إنه أخي أنا فينتوين صار لي 20 سنة استعملها، كل ما أشتري فينتوين أطلع أجيب وصفة ب10,000 ليرة. مشكلة كبيرة. ولكن نحن من حذرنا اللي عم بياخذوا الأدوية بيستعملوها استعمال مو طبيعي. تمام. غير الناحية لأغراض أخرى. هون المشكلة. نعم. المشكلة مو على المريض الصحي. المريض اللي بنعرفه
انه هاي دواء وجاي من وصفه طبيه، هو مرضى نفسيا مثل اللورازيبام، الكلونازيبام، نعم. عنده مرض مزمن اليوغابال، عنده مرض مزمن معروف وبتعرف واقعنا الاجتماعي. نعم. رغم هيك قانونيا بده وصفه طبيه، ولكن في بعض الاشخاص طلباتهم معروفين. شاب عمره 20 سنه بده لورازيبام، بده ترامادول، ممنوع الصيدلي يعطيه وعلى مسؤوليته يعطيه. على اي اساس تعطيه هالادويه اللي غير مسموح تعطيها الا بوصفه طبيه؟ اذا في وصفه طبيه تحتفظ فيها، اي مشكله بيصير هاي وصفه طبيه. هاي الصرف لانه هالادويه والادويه النسائيه اللي بتسبب اسقاطات مثل الادويه المعروفه، نعم. ادويه بدون وصفه طبيه نحن نحتفظ بهالوصفات بالدروج تبعنا، انه اي اشكاليه هاي وصفه طبيه، انا ما لي علاقه. انا اعطيتك اياها برشيطه طبيه. نعم. الطبيب بيتحمل طبيب لا، ما في طبيب، طبيب عنده حصانه بيعطي اللي بده اياه. وصفه طبيه ذاته ما لي علاقه. بيسجل وصفه طبيه ذاته، كل الطبيب عنده حصانه طبيه بيحق له بيعطي اللي بده اياه، هو طبيب ومن مسؤوليته انه يقرر. الصيدلي غير مسموح الا بكتابه وصفه طبيه. طالما حكيتوا هالموضوع هذا رح نختم سؤال حديثنا ولقائنا بهالموضوع هذا. دكتور، اكيد ما بعرف اذا حكينا ضمن حديثنا كثير من الوضع الاجتماعي والمعيشي، المواطن صعب عليه يراجع الطبيب ويعمل فحوصات، فبيلجأ للطبيب ربما معرفة شخصية، أو فالطبيب يلجأ لأنه هو يوصف حالات نادرة، أو ربما ما بعرف يعني دكتور، الطبيب بيلجأ أنه يوصف دواء لهالمواطن هذا وبيعطي. يا ترى قانونيا طبيا اجتماعيا كيف الصيدلي نعم شلون يتصرف يعني؟ هلا نحن لما نرجع القانون بال190 من الامور اللي عم نمشيها بحياتنا اليوميه غير قانونيه. نعم. لانه النواحي الاجتماعيه والعرف الاجتماعي اكثر من القانون غالب يعني. حتى من الناحيه الصحيه. نعم. حتى بعلاقاتنا الطبيه كله خارج عن القانون. نعم. نحن عم نقول باعتبار الوضع الاقتصادي سيء والوضع الاجتماعي موجود شأنه ما بيننا. نعم. والوضع الثقافي والصحي وبحكم المعرفي نحن نتصرف بعقلانيه. بما معناه انه المريض بعرفه انا انه هالدواء يستعمل وله اخذ من عندي، تفضل. طبيعي هاي. نعم. نحن عن خارج القانون نحكي. نعم. قانونيا لما بيجيك واحد شاب وبتعرف سوابقه ما لازم تعطي. تمام. ممنوع تعطي. ممنوع تعطي، لانه هاي بيسبب لك مشكله، ويسبب للصيدلي وللطبيب ولنفسه مشكله، وللمجتمع بيصير آفة اجتماعيه. فنحن مشان نحمي حالنا من هالامور دائما نلجأ للقانونيا. اثنين، يعني الوضع الصحي عندنا وضع مأساوي. نعم. اختمها بكلام بجميع النواحي. اولا القدره الشرائيه ما في للمريض. نعم. الطبيب ياخذ معاينته، المخبر ياخذ فحصه. نعم. الاشعه والتحليل، الصيدلي ياخذ. المريض يجي بمعاش 3 اشهر يطلع من البلد ما عندوش. طيب هل يعقل معاش 3 شهور واللي معالجه مرض واحد؟ مو ذنب حدا، لانه القيمه النقديه الليره السوريه ماتت. نعم. بدنا نرجع للاساس. نعم. انت لما تطلع تساوي شغله معينه يطلب منك 100,000. يعني كمان المؤاخذه مو بس من الناحيه الصحيه. يعني الناحيه الصحيه كمان في نواحي ايجابيه، في مستشفيات ايجابيه، في خدمات صحيه، ما ننكر يعني في شغلات ايجابيه كثير، في اطباء، يا ما في معاينات مجانيه. دكتور، سؤالي جوهر السؤال حابب انه في كثير من الناس بيروحوا بيلجأوا للصيدلي انه وصف لنا الدواء الفلاني، انا بيجعني راسي بتجيني حراره. فهالامور هاي شوف نظرتك خلينا واقعيين. عم ينعطى ليش؟ لانه اولا واحد مرشح ما عنده 10,000 ليره يطلع يدفع للطبيب، معه رشحه ولو يعني في ادويه سيتامول ومطهرات، في ادويه مسموح اعطائها بالصيدلي، في ادويه في نحن بمهنه الصيدلي في قائمه الادويه مسموح اعطائها للمريض. المعاجين، المراهم، السيتامولات، حلو. في تقريبا 50 صنف مسموح لها. لكن الادويه الستيرويديه، الغير ستيرويديه، الكورتيزونات، الادويه القلبيه، السرطانات، الادويه النسائيه، هذول ممنوع الا باستشاره طبيه. تماما. بوصفه طبيه. الف شكر لكم دكتور صيدلاني صلاح رمو على الاستضافه الحلوه. شكرا لكم واتمنى لكم التوفيق، ونحن نتشرف بمجيئنا لعندكم. ألف شكر لكم دكتور، سعدنا وسررنا بهاللقاء الحلو والمعلومات القيمة اللي لامس وجعكم ووجع المواطن. على أمل نلقاكم الأسبوع القادم بضيف جديد وحلقة جديدة للأسبوع القادم. تضلوا بخير وسلامة.